السلام عليكم. وصفتنا اليوم كبة العدس، وصفة نباتية مغذية ومتكاملة وسهلة بالتحضير، مكوناتها بسيطة. وهي المقادير اللي يحب يصور الشاشة، وبالتأكيد رح تلاقوا المقادير كاملة مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بالبداية عندي عدس شوربة مغسول عادي، رح أضيف عليه مية مغلية لحتى أسرع عملية الطبخ، وأستنى لحتى يغلي. أرفع الرغوة عنه، أضيف له شوية كمون مطحون وشوية ملح. بعدها راح أغطي عليه الطنجرة وأهدي النار وأتركه لحتى ينضج تماما. لما ينضج راح يتبقى فيه شوية مي. بهاي المرحلة راح أضيف عليه برغل ناعم مغسول، أضيف عليه مباشرة، أحركه بشكل جيد لحتى أتأكد إنه البرغل اختلط مع العدس. وبعدها راح أغطيه وأتركه تقريبا ربع ساعة. بعد ربع ساعة عندي البرغل استوى. بواسطة هي الملعقة الخشبية راح أحركه، أحاول إني أهرس البرغل مع العدس بنفس هي الطريقة لحتى يصير مثل العجينة. وبعدين أنا لازم أوازن الملح، لو أحتاج أضيف. أنا هون فعلا ضفت شوية ملح. وبعدين في عندي سمنة، والأفضل إنه طبعا نستخدم سمنة حيوانية. راح أسخنها لحد ما تحمى بشكل كبير. لما تحمى راح أنزلها مباشرة على خليط العدس مع البرغل، وأحرك بشكل جيد لحتى تختلط السمنة. هون أنا نزلت السمنة وحركت، لكن قطع الفيديو. بعدين نزلت الخليط كلياته بوعاء كبير لحتى يبرد. ولما يصير دافي أبتدي بفرم البقدونس، فرم ناعم مثل فرم التبولة يعني. طبعا البقدونس أكيد يكون ناشف، مغسول وناشف. كمان عندي هاي البصل الأخضر راح أستخدمه كلياته، راح كمان أحاول أفرمه لفرم ناعم وأضيفه للخليط السابق. وطبعا كمية البصل والبقدونس هي اختيارية، انتوا تحطوا حسب ما انتوا تحبوا. بعد ما انتهي من فرم هاي الخضرة راح أحركها لحتى تختلط بشكل جيد. ولازم الخليط ما يكون حار لحتى الخضرة ما تذبل، يكون دافي أفضل شيء. لما أتأكد إنه اختلط بشكل جيد خلاص عندي الكبة جاهزة، وكثافة العجينة مناسبة وقابلة للتشكيل. راح أستخدم مي عادية، مي باردة، أمسح إيدي فيها كل مرة أشكل فيها. أخذ كمية بسيطة من العجينة وأشكلها بهذا الشكل، وهيك هي راح تكون جاهزة للتقديم. أحب أقدمها هي دافية، وهي طبق جانبي، وممكن تعتبروها طبق رئيسي، لأنه بصراحة هي تحتوي كل عناصر بروتينات ونشويات وخضرة ودهون صحية. هاي صار عندنا أحلى طبق من التراث، الكبة بالعدس أو الكبة العدس. أتمنى تجربوها بهاي الطريقة، وإن شاء الله راح تعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم، وأهلا وسهلا فيكم.